بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، مع درس جديد من دروس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. النهاردة هناخد أحد دروس لغة ال HTML، وهو الفورم. إزاي أعمل فورم، نموذج إدخال بيانات داخل لغة ال HTML. تمام. عشان اعمل الفورم ده طبعا احنا ان شاء الله باذن الله هسيب لك رابط هذا الموقع اسفل الفيديو، اللي هو www.w3schools.com. ده اللي بنشرح منه. تمام. عشان اعمل فورم طبعا احنا عندنا الفورم ده او نموذج الادخال بيبدأ بكلمة فورم وينتهي بغلق الفورم عن طريق بس باك سلاش فورم. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ وايه هي انواع الانبوت تايب اللي هي البيانات اللي انا هدخلها داخل هذا الفورم؟ ليها طبعا هي عبارة عن انواع. في عندي مثلا انا هدخل اسمي النيم، يبقى ده النوع هيبقى تكست. تمام. لا هدخل مثلا الباسورد او كلمة المرور، يبقى نوع الادخال هيبقى باسورد، وهكذا. طيب هعرف انواع الادخال ازاي وهطبقها ازاي؟ هنفتح البرنامج بتاعنا. ممكن تفتح انت النوت باد عادي، مفيش مشكلة، او الوورد، اي محرر نصوص. انا بس بفضل اللي هو برنامج فيجوال ستوديو كود، بيسهل لي العملية ان انا اقدر اكتب الاكواد بسهولة. تمام. بنفتح الفيجوال ستوديو كود بهذا الشكل. تمام. بفتحه، بعمل فايل نيو فايل، بقفل الملف القديم. تمام. بختار هنا اللانجوج، هختار HTML. تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل فورم. طيب الاول بنكتب الهيكل البنائي للغه بتاعتنا HTML. بفتح بالامر HTML. تمام. لازم اسيف، يبقى انا هعمل فايل سيف از. هسمي الفايل بتاعي form.html. انا لازم اسمي الملف يا جماعه اي اسم، بس اهم حاجه الامتداد بتاعه HTML، وهسيبه على سطح المكتب واقول سيف. تمام. طيب هفتح تاج ال HTML. طبعا ادي الامر HTML، ادي الفتح بتاعه، ادي الغلق بتاعه الباك سلاش. تمام. طيب بعد كده احنا قلنا صفحة ال HTML بتتكون من هيد، منطقة الهيد اللي هي رأس الصفحة. تمام. ودايما فيها الصفحة عبارة عن هيد وايه وبادي. بادي اللي هو ايه؟ جسم الصفحة، زي ما احنا خدنا قبل كده. تمام. يبقى الصفحة بتاعت ال HTML بتتكون من هيد، منطقة الهيد، ومنطقة ايه؟ البادي، رأس وجسم الصفحة. طبعا انا عشان احط عنوان او تايتل بحطه فين؟ في رأس الصفحة، في الهيد يعني تايتل. يبقى التايتل هحطه فين؟ او عنوان الصفحة هحطه فين؟ في منطقة الهيد. طيب انا هسمي عنوان الصفحة بتاعتي فورم. درس النهاردة اللي هو الفورم. جميل. في منطقة البادي بقى هي الشغل كله داخل منطقة البادي. انا دلوقتي عايز اعمل فورم، نموذج ادخال بيانات. ببدأ بالامر فورم وانهي بالامر فورم، اهو بهذا الشكل. جميل جدا. طيب عندي طبعا الادخال انواع، كذا نوع. احنا عايزين نشوف انواع الادخال في لغة ال HTML. طبعا انا عندي كذا نوع اهو. مثلا هنجرب اول نوع ادخال اللي هو input type button. تمام. ممكن تاخدهم كلهم كوبي كده ونجربهم واحدة واحدة. تمام. من الموقع.
حلو خالص اهو، نسخ. خدت كل انواع الادخال وهحطها فين؟ في منطقة الفورم بهذا الشكل. ونشرح واحدة واحدة. طبعا خلاص كده احنا هقفل الموقع، وادي معانا ده. طيب عندي انا طبعا هنا يا جماعة مسمي الملف بتاعي فورم. فين فورم دوت اتش تي ام ال؟ اهو اهو، ده الفايل بتاعي هشغله عشان نشوف بس النتيجة. ده الفايل بهذا الشكل اهو. تمام، نروح نعمل ماشي. طيب هسيف ونعمل ريفرش. دي كلها انواع الادخال في الفورم بتاعي. طبعا احنا مش عارفين يعني كل حاجة لازم نفصصها لوحدها، فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة بسيطة جدا. طبعا في امر اسمه البي ار، بينزلني سطر جديد. عشان نفصل ما بين الكلام ده كله هنعمل بي ار. لو بينزل سطر ايه جديد، يعني لو عملنا فايل سيف ريفرش، بص معايا اول نوع اللي هو الباتون ظهر لوحده، جميل. وهكذا بقى هنطبقها على كله عشان ايه؟ نفصل ما بين الايه الانبوت تايبس دي. تمام، عشان نعرف كل واحده لوحدها ونفصصها. جميل جدا، جميل جدا جدا اهو. عشان نفهم كل واحده بتعمل ايه بالظبط. طيب على الاقل نشوف دول. فايل سيف ريفرش، الله جميل جدا. اول نوع نشوف كده فوق، اول نوع اللي هو الباتون. الباتون ده زر امر، يعني بضغط عليه كليك المفروض بينفذ مجموعه اوامر معينه. طيب انا هديله كمان اسم، ادي باتون جنب الادخال نفسه عشان يتعرف بس. فايل سيف ريفرش اهو، ده الباتون. جميل جدا. انا ممكن كمان اعمل حركه اظرف من دي كمان واجمل. هنقول ايه؟ input type وبعد كده value. value يعني الكلام اللي بيتكتب جوه هذا الامر اهو. يعني بدل ما هو فاضي كده، لا انا هخلي كلمة باتون دي جوه زر الامر نفسه. هقول فايل سيف واقول له هنا ثواني بس الاول كده نصغر نكبر دي شوية. تمام، فايل سيف واعمل ريفرش. هتلاحظ كلمة بوتون اهي، يبقى ده زر امر بضغط عليه كليك بينفذ ايه؟ مجموعة اوامر معينة. خلاص ده اول نوع اللي هو البطن. طب التشيك بوكس ده، التشيك بوكس بص كده هنشوف احنا ايه شكله. شايفين اللي هو بيعمل له ايه؟ مجموعة اختيارات. يعني مثلا اللغات التي يجيدها هذا الشخص، تمام، اللغات التي يجيدها الطالب، الانجليزية الفرنسية الالمانية الاسبانية وهكذا. يبقى ايه ده؟ تشيك بوكس. تمام، بضغط عليه كليك بيديني ايه؟ مجموعة حاجة. يعني ممكن انا على سبيل المثال اقول value بتساوي مثلا انجلش. تمام، value بتساوي انجلش اهي. فايل سيف ريفرش. طيب ده ملهوش value، ماشي يعني. ده نظامه ايه؟ تكتب له الفاليو بتاعته بره. يعني مثلا انا اهو هقول مثلا هنا انجلش.
تمام. فايل سيف ريفرش. هتلاحظ اهي انجلش جت جنبه، بس هي المفروض تبقى ايه مش هنا، من الناحيه التانيه. يبقى انا هعمل ايه اهو، اقول له كده كات اهي، زي ما بتشوفها انت في نماذج الادخال بتاعه البيانات اهو. شايف اهي انجلش. نفس الكلام لو انا عايز اعمل ايه لغه تانيه، وليكن ايه فرنش مثلا، عربيك، وهكذا. اخد نفس الكلام ده كوبي، تمام، واغير بدء اللغه، بدل انجليزي اخليها عربي او اسباني او اي لغه تانية. خلاص. ده بالنسبه لمين؟ للتشيك بوكس، دي مجموعه اختيارات من بدائل. طب كلر، شايفين الكلر دي اهي؟ يبقى انا بختار لون هنا، بختار لون احمر، لون اخضر، بيبقى ايه اختيار الوان. ادي الكلر. يعني مثلا هنا اهو، ده نموذج ادخال خاص بايه بالالوان، بدخل لون معين. تمام. ديت، التاريخ. طيب ممكن نعمل حركه ظريفه كده اهو، كلر، نحط جنبها كلمه كلر عشان يبان بس ان ده بتاع ايه. فايل سيف ريفرش. هنا المفروض انت بتختار اللون المفضل بتاعك. جميل جدا. طيب الديت، هنا بقى هنقول ديت، ممكن نقول ايه بيرث ديت. ايه هو تاريخ ميلادك؟ تمام، نقطتين فوق بعض اهي. فايل سيف ريفرش. هنا البيرث ديت، تاريخ ميلادك ايه؟ بتفتح هنا يا جماعه، بتختار اليوم وبتختار الشهر، تمام، والسنه. بتختار اليوم والشهر والسنه زي ما انت عايز اهو. خلاص. يبقى انت هنا الديت فايدته كده ان انت بتعمل تاريخ ميلادك بيرث ديت. ممكن تاريخ التعيين، تاريخ استلام العمل، اي تاريخ. يبقى انت هتختار نوع الانبوت تايب بتاعك اللي هو مين؟ ديت، وتكتب هنا البيان اللي انت عايز تدخله. بتعرف اليوزر ان انت المفروض تدخل هنا البيرث ديت، تاريخ ميلادك، او تاريخ التعيين، او تاريخ استلام العمل، او اي حاجه، اي تاريخ. يبقى انت ايه هتكتب التمييز بتاعه جنبه، جنب الانبوت تايب بتاعه. طيب انبوت تايب ديت تايم لوكال. تعال نتفرج عليها كده. ديت تايم لوكال اهي، انا هجيبها زي ما هي. تمام، نحط جنبها عشان ايه يبان الشغل بتاعنا اهو. تمام، نقطتين فوق بعض ويلا. ديت تايم لوكال اهو. فايل سيف ريفرش. نشوفها كده، نفتح. هنا بيجيب لك التاريخ زائد الوقت. ديت وتايم الاثنين، يعني بتدخل تاريخ الميلاد مثلا بتاعك والتايم كمان والوقت. ديت تايم لوكال يعني معناها بتدخل تاريخ زائد ديت اند تايم، بتدخل التاريخ والوقت، نوع من انواع الادخال. طيب ده بالنسبه للنوع ده. طب النوع اللي بعده الايميل. تعال نشوف كده الايميل. الايميل سهل اهو، نحط جنبها كلمه ايميل عشان يبان الشغل اهو. فايل سيف وريفرش. هنا بتدخل ايميلك، يعني مثلا انا الايميل بتاعي مثلا عمر مثلا @gmail.com. تمام. خلاص. يبقى هنا انت المفروض بتدخل مين؟ ايميلك. يبقى الانبوت تايب بتاعك ايميل، لو انت عايز تدخل اليوزر يدخل الايميل بتاعه. جميل جدا. طب اللي بعده، نشوف اللي بعده. فايل. تعالى كده نشوف فايل ده ايه ظروفه اهو. نحط كلمة فايل جنبه عشان يبان الادخال بتاعنا. input type فايل سيف ريفرش. ادي هنا فايل. انت المفروض هنا هتدخل الفايل، اختيار ملف. شايف ازاي فتح لك الديالوج بوكس ده عشان تختار الفايل بتاعك. تختار الفايل وتقول له ايه اوبن. خلاص كده هتحمل الفايل ده على النموذج بتاعك. بمعنى ان انت العميل مثلا انت بتقول له دخل لي السي في بتاعك، يعني ده نموذج ادخال مثلا. الحكومه هتعين ناس ماشي خريجين، فمطلوب من الخريج ان هو يدخل السي في بتاعه. السي في هيدخله هو عباره عن PDF مثلا، ملف PDF، وتقول له اوبن. كده بتحمل الفايل فين؟ على الفورم. هتلاحظ الفايل ايه اتحمل هنا على الفورم. تمام. واهو
جميل جدا. يبقى الفايل ده فايدته ايه؟ ان انا ممكن بدل اكتب كده فايل اقول له حط لي السي في بتاعك كيوزر. فايل، سيف، ريفرش. انت هنا المفروض بتحط مين؟ السي في بتاعك، او هنقول مثلا بالعربي كده السيره الذاتيه اهي، السيره الذاتيه، او خليها سي في وخلاص. خلاص هي معروفه سي في. تمام، خليها السي في. يبقى انت هنا المفروض هتحط الفايل بتاع السي في بتاعك، سي في. تمام، بتحط السي في بتاعك داخل نموذج الادخال بتاعك. يبقى ده نوع من انواع الادخال، ان انا ايه؟ ادخل ملف فايل. تمام. هيدن برضو لو انت عايز تدخل حاجه مخفيه، هيدن. تمام، ادي الهيدن يا جماعه اهو، فايل، سيف، ونشوف ايه هو الهيدن ده. تمام، هيدن يعني هتدخل ملف مثلا مخفي. تمام، هيدن. طيب ايه تاني؟ ايمج، لو انت عايز تدخل صوره اهو، ايمج اهي، حط ايمج جنبيها، فايل، سيف، ريفرش اهو، ايمج. لو انت عايز تدخل ملف صوره، ارسال. طب نضغط كده اهو. تمام، ده انت لو عايز تحط هنا ايه؟ صوره، ايمج. تمام، ايه تاني؟ مانث يعني شهر. تمام، ادي مانث هنا نحطها، فايل، سيف، عشان نشوف بس فين موقعها من الاعراب اهي، ادي مانث. تمام، هضغط هنا احط الشهر، عايز تدخل الشهر فقط. تمام، مانث. ايه تاني؟ نمبر، لو انت عايز تدخل بيانات نوعها رقميه، ارقام بس، فايل، سيف، ريفرش اهو، نمبر، تدخل ارقام اهي. مثلا هدخل 1000، هتدخل الرقم القومي بتاعك. تمام، ممكن نخلي في النمبر، نقول له في النمبر هنا اهو، نمبر، هنخليها مثلا الرقم القومي. يبقى ده النوع المناسب للادخال اهو، فايل، سيف، ريفرش. يبقى انا كده خليتها ايه؟ الرقم القومي، وادخل ال 14 رقم بتوعي. يبقى ده في ايه؟ في حاله لو كان الانبوت تايب بتاعك نوعه نمبر. باسورد، لو انت عايز تدخل ايه؟ كلمه السر، باسورد اهي، فايل، سيف، يبقى الانبوت تايب بتاعك مين؟ باسورد اهي، ريفرش. بص معايا اهي الباسورد. طيب الباسورد، طب ما كنت ممكن اخليها نمبر مثلا. تمام، ليه خليناها باسورد؟ عشان خاطر انت في النمبر هنا مثلا لما بتكتب الارقام بتبان فين؟ لليوزر. اما لما انا بختار الانبوت تايب بتاعي باسورد، ما بتبانش الباسورد بتاعتي، فلذلك انا بختار النوع ايه؟ باسورد. تمام، راديو ده اهو، بص كده الراديو، معلش اهو، فايل، سيف، ريفرش. راديو بوتون هو فاكر بتاع الانجليش اللي هو اللغات المفضله مثلا، او اللغات التي يجيدها المستخدم. اقول له انجليش مثلا، فرنش، ايطالي، اسباني، وهكذا. نفس الكلام في الراديو، هو يعني الراديو هنا مثلا هنكتب ايه؟ اللغات مثلا زي اللغات برضو، انجليش او ارابيك، اي حاجه، ارابيك مثلا. مجموعه اختيارات، فايل، سيف، ريفرش. هنا هتقول له ايه مثلا؟ ايه؟ انا عندي اللغه اللي انا بجيدها العربي، وممكن اعمل انجليزي مثلا. تمام، انجليش، وهكذا. بس خلي بالك الفرق بينها وبين التشيك بوكس، ان التشيك بوكس بتختار اكثر من اختيار، اما في الراديو بتختار اختيار واحد بس. زي مثلا النوع ذكر ولا انثى، يبقى انا بختار ايه؟ حاجه واحده بس. عشان كده انا هخليها ايه؟ راديو. ده الفرق ما بين الراديو والتشيك بوكس. تمام. طيب الرينج، تعال نشوف الرينج ده ايه ظروفه اهو. هروح اجي هنا اقول فايل، سيف، ريفرش. بص الرينج ده، تعالى هات رينج اهو، رينج معين. بص كده اهو، بيديك شكل ادخال جميل جدا اهو، عباره عن ايه؟ شريط كده انا بختار اهو الرينج. رينج يعني مدى.
مدى معين. تمام. طيب ريست. الريست ده مهم جدا. الريست يعني ايه ريست؟ يعني فايل سيف ريفرش، يعني اعاده الضبط او اهي اعاده الضبط. ريست اهي ريست. ريست ده معناها ان انا مثلا بعد ما بكتب بياناتي اهو وبختار هنا مش عارف انجليش وهكذا، ده اليوزر الاولاني. طب اليوزر الثاني عايز الفورم ده يبقى فاضي عشان اقدر اكتب بياناتي. طب يتفضى ازاي؟ بضغط على كلمه ايه؟ ريست او اعاده الضبط. ريست يعني معناها يفضي الفورم عشان اليوزر اللي بعده يقدر يدخل بياناته. ده بالنسبه للريست. تمام. طيب سيرش. تعالوا نحط البي ار للسيرش بقى والباقي اهو. كنترول سي، كنترول في، كنترول في، عشان نكمل بس بقيه البيانات. احنا بنشوف بس انواع الانبوت تايبس اللي هي انواع الادخال في هذا الفورم. طيب السيرش، فايل سيف ريفرش. ادي هنا سيرش، هاخدها كده كوبي عشان بس نميز ونعرف فين السيرش بالظبط اهو. فايل سيف ريفرش. طيب فين سيرش؟ اهي سيرش يعني البحث. تمام. يبقى ده ايه؟ زي بالظبط اللي بتلاقيه في الويندوز المربع بتاع البحث، ان انت عايز تبحث عن شيء معين بتكتب له في البحث انا عايز ابحث عن الاسم، عن بيانات معينه، عن تاريخ الميلاد، عن بتاع. يبقى انت بتكتب جوه المربع بتاع السيرش الحاجه اللي انت عايز تبحث عنها وتعمل انتر بيبحث لك داخل الفورم. ده السيرش. طيب السبميت، على كده نشوف السبميت. السبميت يعني ارسال. بص معايا كده، فايل سيف ريفرش. ادي سبميت. فين سبميت؟ اهو انا كاتب لك جنبها اهي. سبميت يعني ارسال، يعني بعد ما بخلص ادخل كل بيانات الفورم بتاعي اخر زرار بدوس عليه اللي هو زرار مين؟ سبميت، ارسال. تمام. ده زرار الايه؟ الارسال او السبميت. ادي الشكل بتاعه. تمام. طيب تل اللي هي التليفون نمبر. تمام. كنترول سي اهو، يعني رقم التليفون. فايل سيف ريفرش اهو. فين التل يا عم؟ اهو تيل نمبر، يعني هتكتب رقم تليفونك، رقم الموبايل. فانت ممكن تعمل ايه في التيل نمبر ديت؟ تقول له مثلا رقم التليفون، يعني المفروض اليوزر يدخل رقم الموبايل بتاعه او رقم تليفونه اهو. نوع من انواع الادخال اللي هو مين؟ رقم التليفون، اللي هو التليفون نمبر. جميل جدا، رقم التليفون. اللي بعده التكست. التكست ده فايدته ايه؟ اهو التكست يا جماعه لو انا عايز ادخل مثلا اسمي، يبقى انا هقول له ايه هنا؟ بيانات نصيه، نيم، الاسم. انا هكتب لك جنبها الاسم. ماشي. فايل سيف ريفرش. بيانات نصيه، حروف. انت عايز تدخل الاسم مثلا اهو. فين الاسم؟ اهو. يبقى انا هختار النوع، الانبوت تايب بتاعي مين؟ تكست. لو انا هدخل اسم، هدخل العنوان، هدخل اي بيانات نصيه، يبقى انا هكتب له ايه؟ هختار نوع الادخال بتاع التايب بتاعي ايه؟ تكست. تمام. بيانات نصيه. طب انبوت تايب تايم، وقت اهو. كنترول سي اهو. تمام. فايل سيف ريفرش. انا عايز ادخل وقت اهو اهي. تايم لو انت عايز تدخل وقت. بص معايا اهو. بتحط الوقت بتاعك بقى الساعه كام؟ 12 مثلا ونص صباحا ولا مساء. يبقى انت هنا نوع الادخال تايم فقط. في نوع من انواع الادخال كان ديت اند تايم، وفي ديت بس، وفي تايم بس. على حسب ما انت عايز، انت بتختار نوع الادخال على حسب الفورم اللي انت عايز تصممه. تمام. يورل. يورل يعني ايه يورل؟ رابط. رابط. عارفين ابعت لي الرابط. طيب فايل سيف اهو، يعني موقع. يورل اهو. يورل بتكتب هنا الموقع. يبقى انا هنا اكتب ايه؟ موقع او الويب سايت. انت هنا ممكن تقول له ايه؟ ويب. هات لي الويب سايت بتاعك. فين السايت؟ السايت بتاعك على النت. فايل سيف ريفرش. يبقى هنا بقى هكتب له ايه؟
هنا ويب سايت معين وليكن مثلا www مثلا دوت جوجل مثلا دوت كوم، نوع من انواع الادخال هتدخل الويب سايت. يبقى انت مثلا عامل ويب سايت معين، يبقى هتسيب لي ايه الويب سايت بتاعك داخل هذا المربع. يبقى النوع انبوت تايب ايه يورل. تمام. طب ويك يعني اسبوع اهو. كنترول سي كنترول في فايل سيف ريفرش ونشوف الايه الويك اهو الويك. يبقى انت هتدخل ايه؟ هتدخل اسبوع معين. تمام، اسبوع معين. شايف ويك. يبقى انا بدي لك كل انواع الادخال دي ايه لازمتها؟ انت بتفصلها على حسب مزاجك، على حسب انت عايز ايه. انا عايز الطالب يدخل اسمه فقط، اسمه عنوانه. تمام، يبقى انا هختار input type text. طيب عايز الطالب يدخل مثلا اللغات التي يجيدها، يبقى انجليش، فرنساوي، الماني وهكذا، يبقى هقول الانبوت تايب يساوي التشيك بوكس. عايز الطالب يدخل الالوان المفضله، يبقى الانبوت تايب هيساوي كلر. عايز الطالب يدخل تاريخ ميلاده، يبقى انا هقول الانبوت تايب بتاعك هو الديت. عايز الطالب يدخل الايميل بتاعه، انبوت تايب هيساوي ايميل. عايز الطالب يدخل مثلا السي في بتاعه، يبقى انبوت تايب هتساوي فايل. عايز الطالب يدخل صورته، يبقى انبوت تايب هتساوي ايمج، وهكذا. يبقى انت في الفورم بتاعك بتنقي الانبوت تايب اللي هيناسبك وتحطه داخل نموذج الادخال بتاعك بهذا الشكل. ممكن احنا نسمي النموذج عنوان كده، نديله عنوان جميل ظريف اهو. هسيبه لك فوق، هحط كده عنوان ظريف كده قوي اهو H1. H1 ده بيعمل ايه؟ هيدخل عنوان. تمام، جوه ال H1 هنقول نموذج ادخال بيانات طالب. جميل. واقول فايل سيف ريفرش اهو. حطيت عنوان اللي هو نموذج ادخال بيانات طالب، وهنا المفروض الطالب يدخل بيانات. هنعمل ان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم هنعمل نموذج ادخال بيانات طالب على حسب كتاب المدرسه، وهننقي منه الانبوت تايب المناسب لهذا النموذج. خلاص كده، ده كان ببساطه شرح الفورم لطلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.